نسعد في وجود فلسطين، نسعد في الفرح بتاعنا ان المصريين او ابناء المدينه يحلم بان يكون عندهم فرصه انهم يتلموا على بعض ويشعروا بحاجتين: الانتماء، ودي الاول مره تحصل بالنسبه لينا الانتماء كمصريين ان دي بلدنا. واللي خلانا قمنا عشان كده هو الشعور بالظلم اللي خلى الكل يقوم عشان يرفع الظلم ويحس بان دي بلده. اتخطفت مننا البلد دي، بلاش هقول 30 سنه ولا اكتر، اتخطفت وبس، انما رجعت لنا النهارده تاني عشان نبني اللي انتوا بتجروا عليه اللي قدام ده خطأ كبير جدا. شوفوا الاول، نظفوا المكان وشوفوا الاساس اللي بتشتغل عليه. اللي حصل في ميدان التحرير شعور بالظلم وشعور بالانتماء من مصر. مصر دي بلدنا. انما النهارده في شيء غامض جدا، انتوا عشان تقولوا الكلام ده اللي ممكن يتكرر 50 مره هنا بنفس الحلاوه، ب 90% منه بيتكرر بنفس من كذا حزب، لكن فيه اولى منه. ايه اللي حصل؟ احنا قمنا بثوره ولا اصلاح ولا انقلاب؟ تعرفوا كلكم، كل الناس اللي هنا عارفين ان الرئيس المتخلي، اسمه المتخلي ولا ايه؟ الرئيس المتخلي هو لا اتخلع ولا تنازل ولا انسحب، هو متخلي زي ما قال عمر سليمان والراجل اللي وراه. تخلى ثم وكل، مش وكل وتخلى. ساعة ما تخلى ما كانش يملك بالظبط، تخلى وبعد كده عطى اللي هو مش معاه، هو لا يملكه. طبعا المفروض كان بعد ما تخلى سكت وانتقلت السلطه مباشره بحكم الدستور الموجود لرئيس مجلس الشعب ويعمل انتخابات. انما اللي حصل ده ضحك على عقول الشباب اللي قاموا حطوا دمهم في التحرير علشان يستعيدوا وطنيتهم وبلدهم اللي احنا ما عملناش. اللي كان احمد بهاء الدين الله يرحمه كان بيناظر من 30 من 50 سنه، وانا اعرفه كويس جدا. كان بيناظر النظره البعيده اللي احنا ما شفناهاش، اللي مش حد شافها في ايام. الغنيم بالرغم من مشاغله لكن كان مصلح، كان راجل واقف، وغيره حمزاوي وكل الناس اللي احنا جينا عشان نعرف الناس دي بتقول ايه او ايه افكارها. لكن لسه ما جاش الوقت اللي الاحزاب تتكلم في التفاصيل دي. في اهم، احنا قمنا بثوره ولا حصل انقلاب؟ هل احنا بنمر باصلاح ولا تغيير؟ الاسئله دي مش واضحه في اذهان الشعب المصري كله. الناس القانونيين اللي هم بيشتغلوا في العمل السياسي للاسف الشديد لما مضى عليهم زمن كده مخهم صادة، ما حدش عارف يقول البلد رايحه فين. بلدنا عشان نعرف مظبوط احنا نمشي مظبوط نظيف عاوزه حاجتين: مجموعه مبادئ، ودي الشباب قالوها، وعاوزه زعيم. احنا ما قمناش بثوره من 90 سنه. ساعه زغلول ساعه ما قام بالثوره كان فيه راجل والتف حواليه جماعه. نهار ما تفرقوا احزاب زي كده نقول له هلكم نقطه بس عشان نخفف حده الحماس بتاعي. انقسموا، مجموعه راحت مع سعد ومجموعه راحت مع عدلي يكن. المجموعه اللي راحت مع عدلي يكن قالوا ايه؟ ناخد نفس الكلام اللي بيحصل النهارده، ناخد جزء من الاستقلال والباقي نصلي بيه، ما لم يدرك كله لا يترك كله. سعد زغلول قال كلمتين: الاستقلال التام او الموت الزؤام. الانجليز لما شافوهم انتصروا المصريين تاهوا، بيقولوا له ازاي كده؟ النكته بقى بيقول لك كل واحد يقول له انت عدلست ولا سعدست؟ قال له لا انا فلست. يعني معنى كده ضياع احنا قبل كل شيء لازم نتلم حوالين واحد، مش هنا في الغردقه، في القاهره، والكل هيكون معاهم. قبل ما نتكلم في الاحزاب والتفاصيل الحلوه اللي سمعناها دي مش وقتها. وقتها الاول نحدد ثوره ولا انقلاب. حسني مبارك ومن وراه بيعتبروها انقلاب، وانا شخصيا كاستاذ قانون دستوري بقول ده انقلاب.
لكن هي في الحقيقه ثوره. الناس اللي ماتوا في التحرير واللي ماتوا في احزاب مصر دي ثوره، وثوره كامله. ويجب ان يحسم هذا الامر، ويحسم انه هل احنا في اصلاح ولا تغيير؟ بدات باصلاح لكن هي تغيير. الشباب عاوزين تغيير، مش عاوزين اصلاح. تغيير للناس وتغيير للنظام. تغيير الاثنين ده مساله عاوزه وضوح. ثوره او انقلاب، تغيير او اصلاح. قبل كل شيء، قبل ما نتكلم في الاحزاب وننقسم ونبقى زي عدلس وسعدس، نروح ايه؟ وشكرا. ونشكركم ونحييكم. طيب احنا ثورة حتى النصر ثورة في كل شوارع مصر، يعني مش بنقولها دلوقتي، احنا قلناها من 25 و28 واحنا مشينا ورا الشباب والشباب ماشي ورانا واحنا بنشتغل مع بعض. المجموعة بتاعتنا وتصورنا كمان لقراءة الواقع، احنا مش في سنة 1919، احنا في سنة 2011 بعد ثورة سعد زغلول اللي كان فيها زعيم واحد واتقسمت علشان بقى فيه كذا زعيم. كان وضع العالم ووضع مصر غير الوضع اللي بتاعت الثورات اللي قامت في التشيك مثلا، تشيكوسلوفاكيا. مين الزعيم؟ تشيلي. مين الزعيم؟ تشيلي انتقلت من ديكتاتورية صعبة جدا إلى ديمقراطية من خلال تحركات سلمية زي اللي حصلت، والناس كانت كل يوم حدهم عندهم الأجازة الحد تنزل في الميدان الرئيسي بتاع سانتياغو دي تشيلي بتاع التحرير بتاعهم، تواصل مطالبة حقوقهم مع كل الألاعيب اللي بتحصل من اللعب كله. فإذا مين زعيم تشيلي؟ احنا نعرف سلفادور أليندي المشهور اللي في سنة 73 كان زعيم واغتيل وقتلت الحركة الديمقراطية هناك. لكن النهارده احنا في وضع بيسموه التحرك الذي بلا قائد واحد، وهذا نوع الناس قبل كده بتقول التحرك الذي بلا قائد يؤدي الى فوضى، وهذا خطأ. المستوى الديكتاتورية هو لما يبقى فيه قائد واحد زي كمال اتاتورك، زي سعد زغلول، زي جمال عبد الناصر، ده مستوى معين. بعد كده في مستوى الديمقراطية لما يتم تداول السلطة. بعد كده في مستوى التحرك بالاهداف اللي فيه ديمقراطيه وفيه تحرك للاهداف. بعد كده بقى في مستوى احنا بنسميه في علم في علم النفس الاجتماعي الليدرلس، المجموعه التي يمكن لاي شخص ان يقودها بسلاسه. النهارده الدول المتقدمه ما تقدرش تقول ان عندها زعيم، عندها قائد وعندها اليات وعندها مؤسسات والشعب بيقود. اللي معطل روسيا دلوقتي ان هم مصرين ان بوتين يبقى زعيم، وقبل كده كان يلسن زعيم، فهم مش قادرين يخشوا على الديمقراطيه. لكن لما يتاسس مجتمع يبقى فيه عدد من التيارات، عدد من الافكار، الناس منظمه نفسها، الناس حاسه ان كل واحد فيهم قادر يضيف. مثلا ابرز اسم او ابرز 3-4 اسماء عندنا في الحزب: الدكتور حازم الببلاوي، الدكتور محمد ابو الغار، الدكتور محمد غنيم. ما تحسش ان واحد فيهم يعني الزعيم الملهم، كل واحد فيهم قادر يدي مساحه للاخرين، وده بيعني انه هذا الحزب لن يكون حزب ديكتاتوري. وان عمرو حمزاوي اللي هو صحفي عظيم واستاذ في السياسه على مستوى عالمي، وانه حازم الببلاوي اللي هو استاذ اقتصاد على مستوى عالمي، الدكتور محمد ابو الغار استاذ الطب والمناضل البارز والراجل الشجاع، انه كل دول موجودين في الحزب ووراهم ناس تانية. انا فرحان بالحزب ده ان في كميه كبيره جدا من الشباب. لما تخش تلاقي في اللجنه التأسيسية فيها 47 واحد، 15-20 شباب، يعني شباب يعني اقل من 25 سنه. وبعدين هتلاقي 5-6 فوق ال 30، 10-15 فوق ال 40، 10 فوق ال 50 او وهكذا، ولا واحد في اللجنه التنسيقيه فوق. لكن مجلس الامناء فيه رموز البلد الكبار اللي انا قلت لكم. فاذا الفكره بتاعت انه في احزاب دلوقتي بتطلع وفي مجموعات بتطلع، هي فيها التنوع الثري بتاع الاعمار، وفيها الاحساس انه
كلنا ممكن في اي واحد فينا يبقى في اللحظه دي قائد، في اللحظه الثانيه حد تاني هيبقى قائد، ومع ذلك كلنا متجمعين وموحدين وعارفين الهدف. 18 يوم في الثوره مفيش قائد، و18 يوم الهدف واضح، احنا كلنا في الشارع تحت ضرب النار وتحت مسيل الدموع عارفين هدفنا. محدش خرج بره الهدف، ومفيش سعد زغلول. مفيش سعد زغلول، ومش هيبقى في سعد زغلول، ومش محتاجين يكون في سعد زغلول. والثوره واضحه، اهدافنا واضحه، الحاجات اللي كل الشعب متفق فيها تتضمن اكتفاس الفساد من جذوره، الديمقراطيه بالكامل، الدوله المدنيه بالكامل، وهذا هو ما يضمن الثوره. الرؤيه واضحه، ولكن في قاده كتير، واحنا مش بندور على زعيمه، لان احنا تجاوزنا المرحله دي. نصر الثوره. لا خلاص عفوا، الكلام اللي حضرتك قلته انا متفق معاك تماما، لكن لابد ان قبل كل شيء، قبل الاحزاب وقبل ده وقبل، صحيح كله بيجري دلوقتي على الاحزاب، انما قبل كل ده احنا محتاجين الى تحقيق اهداف الشباب. النهارده الثوره بتتسرق، او بمعنى اصح بيدوا لها شكل الانقلاب بدلا من الثوره، وبيدوا لها شكل الاصلاح بدلا من التغيير، تغيير الاشخاص وتغيير النظام. هذا الكلام ما زال حتى الان. الحزب الوطني ما زال موجود، المحافظين ما زالوا موجودين، ما زال باقي. البلد اللي انت قاعد فيها دي ربعها باسم مبارك، من مبارك 1 لمبارك 15، مبارك 6، مبارك 7، مبارك ألف مبروك. يعني ده كلام جميل جدا. اللي عمل مبارك من 1 ل 15 واخد نص البلد له، ومع ذلك ما زال الكلام ده موجود. الحزب ده عشان نعمل حضرتك الثوره نايمه، والثوره بس على التعليق ما هو ناخد خلاص ماشي. قرب انا ماشي، مش عارف انا هقول ان انا مواطن مصري، اعتز بمصريتي وافتخر بيها جدا بعد اللي انا شفته من الشباب، ولو ان انا ما كنتش مشارك فيها وما شاركتش، لان انا كان طبيعه ظروفي ان انا كنت في الوقت ده كنت تعبان، وكنت في اسيوط. بس مواطن مصري اشعر بالظلم لما كنت في المدرسه في التعليم، لان انا في حصه الدين المسيحي كنا بنتفرق، كنا بننزل نلم الزباله من الحوش، لان ما كانش لينا مدرس وما كانش لينا فصل. مواطن مصري يشعر بالظلم، قالوا ادخل كليه تجاره بريد عشان لما تتخلص هتشتغل. خلصت في 2005، قالوا لا، ده احنا وقفنا التعيينات في 2003. هقعد في البيت. اشتغلت في البلد شغل